بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونيور ايكوك 5 شعلة، سطحه زجاج. طبعا مشكلته كلها برضو في الشواية، لازم بيضغط عليها. المفروض يضغط عليه 10 ثواني، 5 ثواني، مثلا 15 ثانية أقصى حاجة مثلا، وفي اللي بيقعد 20 ثانية ماشي. المهم ان هو بيشتغل، لكن ده بيفصل. قعدنا أكتر من 20 ثانية برضو بيفصل. احيانا صاحب البوتاجاز بيقول لي بقعد بالدقيقه اشتغل بيفصل. فده بيبقى عيب، يا حساس يا مبينه، يا ده يا ده. فاحنا هنجرب واحده واحده كده ونشوف العيب فين ونعمله ان شاء الله. ادي النار اهيت شغاله اهيت، كده فصل، دي كده فصلت. نجربه اهي. فهنا الحساس دوت في عليه حته من قدام كده اهي، شايفينها الحته البيضه دي زي كده ملاحة او اكسدة حاجة زي كده. فاحنا هنصنفرها كده نخليها نضيفة خالص، النضافة، لان دي بتعمل زي طبقة عازلة كده من الحرارة. لان ده لازم يحس بالسخونية، بيفتح سكة غاز، بيدي اوردر للمبينة بيفتح سكة غاز. فاحنا جربنا اهوت، صنفرنا، وهنجرب تاني. ولع ايه وانا ضغط على المحبس، انا كل ده ضغط على المحبس. فصل التاني، فصل كده فصل. فاحنا هنعمل كذا حاجة كده، ان هو الحساس ده بيبقى ليه كذا عيب يعني. فاحنا هنمشي معاه واحدة واحدة. انا اول حاجة هشيل المفتاح ده. مفتاح طبعا لو جامد بتجيب مفك من وراه كده وبتعمل زي قرصة بيطلع معاك على طول اهو. عشان لازم السوستة بتاعت المبينة او المحبس تكون سلسة معاك اهو. فانا بعمل ايه؟ بحركه بايديا كده، ممكن اضرب ضربتين بكلوة ايدي كده اهوت اهو، كده اهو، بحيث احرك الايه السوستة اللي جوه، ممكن تكون معلقة. فانا هجرب كده من غير مفتاح، هجرب كده، اصل كان عملت الشغلانه دي عند كذا واحد واشتغل. فانا بجرب برضو ايه، بشوف ايه اهو كده شغال. انا دايس ايدي، دايس بايدي اهو. اشيل ايديا، فصل، فصل تاني. فكده هنضطر ان احنا نحل الوش. فاللي يحل الوش ده يخلي باله، مش عايزين لا دق ولا اي حاجه، لان ده ازاز حراري، مش عايز اي حاجه. كل عين مربوطه بمسمارين. وهي الميزه اللي معموله الايكوك ده، المسامير بتاعته عامله شبه الاستانلس كده، مش بتصد يعني. فاللي يربط يجيب مفك نضيف كده ويكون طويل شويه، مفك كويس ويحل. فاللي في النص دي ب4 مسامير، وكل عين ليها 2، يعني 12 مسمار في الوش. 12 مسمار في الوش. في بقى 2 من على اليمين هنا و2 من على الشمال هنا، مش في الازاز، لا في ال في الجزء اللي ماسك الوش الازاز دوت، ربطه في البوتاجاز من ورا. ان في مسامير ماسكه الازاز، لا انا مش عايز اللي ماسكه الازاز، عايزه الحته الحديده اللي الكانه اللي ماسكه ايه في الوش كله وراكبه في البوتاجاز. هحلها كلها حته واحده كده، مش عايز احل اللي هم ايه راكبين في الازاز على طول. ادينا انا حليت اهوت. دي ماسوره الشوايه، دي ماسوره الشوايه اهي. بحلها، بحل هي صامولة 8 او ببنز يعني. كده انا طلعت الحساس كده. هنا في الجزء التاني ده بقفل الغاز طبعا عشان هحل، هيطلع غاز اهي. انا حليتها اهي. ادي المبينة جوه اهي، ادي المبينة اهي. هي المشكلة كلها في السوستة دي اهي، المشكلة كلها في السوستة دي. فانا جربت كده ايه، مسحت المبينة وشغلتها كده بايديا.
فممكن تكون معلقة يعني قبل ما اغيرها، فقلت اجرب الاول. وركبت تاني كده، هي نفس المومينة بتاعته، فممكن احيانا بتكون معلقة، فبرضو ايه معاه واحدة واحدة. احنا كده كل ده موصلناش للعيب الموبينة اللي بايظة ولا الحساس اللي بايظ، هنجربه كده برضو. فصل التاني كده، دي فصل التاني. طيب نعرفوا ايه اللي بايظ. هرجع احل تاني برضو. اهو اطلع الموبينة، اجيب موبينة تانية اهي، دي موبينة تانية اهي نجربها جديدة. ونرجع نقفل تاني اهي، دي موبينة جديدة تمام. لو نفس العيب يبقى العيب من الحساس اللي انا بركبه ده، يبقى العيب من الحساس ده عايز يتغير. اركب كده الحساس بتاعي تمام، اديله برضو رابطة كده بالبنز. اديني قفلت تاني وافتح الغاز، اجرب بقى. ولعت اهي، طول ما انا دايس اهي فصلت تاني كده، فصلت تاني كده، يبقى الموبينة سليم كده، الموبينة سليمة كده، الموبينة سليمة. نرجع الموبينة بتاعته القديمة اهي، نشيل السوستة. طبعا نشيل السوستة كده هيشتغل كده ايه حسب طلب الزبون. في زبون يقول لك لا انا عايز اغيرها واجيب حساس تاني ويبقى زي ما هو، يعني انا عامل الفيديو مغير الموبينة ومشغلة تمام، فكده احنا هنشغلوها كده ايه على طول كده، مجرد ما افتح المحبس يشتغل على طول، لا هضغط ولا حاجة. كده هتولع اهي، سيبها بقى ساعة، نص ساعة، ساعتين، مش هتطفي كده، بتشتغل على طول اهيت من غير ما اضغط، حسب طلب الزبون. اهو ده كده شغال كده على طول. وبرجع برضو بشيك كده، بشوف لو في تسريب ولا حاجة عشان مطرح ما حليت. وادي فوق شغال زي ما هو بالامان بتاعه عادي كده، كله شغال الحمد لله. اللي محتاج اي سؤال يكتب لي التعليق او يتواصل معايا عن طريق التليفون، انا سايب رقم تليفوني في اول الفيديو. ما تنساش لايك وتعليق وتشترك في القناة والدعاء لي أبي الله يرحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.